أعمالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طبعا يعتبر الخروج على سن المعاش من أصعب اللحظات اللي بتمر على الشخص، سواء كان اللي هيخرج على المعاش أو اللي جاي يحضر هذا الخروج، لأنه بيتخيل دائما طول ما هو قاعد إنه هيبقى في المكان ده. فربنا يعينه إن شاء الله ويبارك في صحته ويبارك في أولاده. أنا طبعا درست لأولاده جميعا نعم الأدب، نعم الأخلاق، نعم التربية، وكل ده جاي طبعا من التربية الصحيحة والأخلاق الصحيحة للأستاذ سيد والأبلة سحر زميلة لنا، وربنا يبارك فيهم جميعا. وطبعا احنا كأسرة مدرسة مكميمون الثانوية بنقدم للأستاذ سيد كل التهنئة، وبندعو له إن شاء الله ربنا يبارك في عمره ويبارك في صحته ويبارك في أولاده. وبقول له نصيحة، إن شاء الله أنت هتخش إن شاء الله على أيام جميلة جدا هتغنم فيها بالحرية، هتغنم فيها بالسعادة، هتخرج طبعا هتتفسح، هتشوف أولادك، هتبقى حياة مختلفة خالص. فنرجو من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يبارك في عمرك وتفرح بعمرك الباقي ان شاء الله، وتفرح باولادك، وربنا يديك الصحه دايما. وما تنسناش دائما في دعائك، دايما تدعي لنا ان ربنا يصلح حالنا جميعا وربنا يصلح حالكم جميعا، وكل عام وحضراتكم بخير. في النهايه في ايه قرانيه هقولها ان شاء الله تلخص كل الحوار ده كله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والسلام عليكم ورحمه الله.